يعني خلينا نتكلم، انا ريال تابع وزاره التربيه، فاخدم بلدي عن طريق وزارتي. نعم. وكل واحد فينا هني يخدم عن طريق مجاله. ايضا احتراف الانصاري ايضا يعتبر خدمه الى البلد، يبقى واجهه. قد يكون الكتاب ممكن يكون في خطأ انه في المدة المكتوبة. انا ما اعرف طبعا قانون الهيئة، قد يكون في شهر او 3 اشهر، قد يكون في سقف اعلى للاجازة، لكن الكتاب مكتوب فيه 6 اشهر، واذا كان هو السبب انه 6 اشهر فان شاء الله الامر بسيط. اتمنى ان الروتين، اجراء الروتين انه ينهون التفرغ ما يكون يحتاج وقت طويل. انا كمدير منتخب عانيت الامر هذا مع اللاعبين، اذا بغينا نطلع تفرغ رياضي في تفرغات ممكن تخلص اسبوع، وفي تفرغات ممكن تخلص في شهر. الامر ما يستدعي التطويل، اذا هو خطا في صيغه الكتاب او في المده المكتوبه فالامر ان شاء الله هين. لكن انا اتمنى ان الموضوع ينحل بسرعه، نفس ما احنا نخدم بلدنا من جهه عملنا، ايضا فهد الانصاري يخدم البلد من جهه اخرى. نعم. مناشده منك يعني ابو حسين لمعالي وزير الداخليه، للشيخ سلمان، لمعالي ايضا الشيخ احمد المنصور، كلهم اطراف لهم يعني دور رئيسي في انهاء هذه المشكله مع فهد. شوف، طبعا احنا ما نتمنى ان يحدث هذا الشيء حق اي لاعب طبعا، خصوصا لاعب مميز قاعد يمثل الكويت، ما قاعد يمثل نفسه ولا قاعد يمثل ناديه، هو قاعد يمثل الكويت. هذه فائده حقه وحق طبعا يعني منتخب الكويت. يعني اذا استدعوه، انا اتوقع ان فهد احتمال يكون ضحيه للقوانين الصراحه اللي عندنا. احنا لازم يصير في استثناء حق اللاعبين المميزين الصراحه اللي عندنا في الكويت. احنا اللاعبين المميزين اللي عندنا بالكويت يعني ينعدون على اصابع. فهد ما راح احترف في الدوري السعودي الا هو لاعب مميز. الحقيقه يعني الدوري السعودي دوري قوي، يعني دوري ما يقبل اي لاعب يعني صراحه، يعني انصاف لاعب انه يقدر يلعب في الدوري السعودي. فانا اتوقع ان الهيئه هيئه الرياضه يعني اتوقع راح يكون لها دور في انصاف اللاعب فهد، وما راح يخلونه يعني يعاني الامر. هو قاعد يؤدي هناك طبعا اداء جدا ممتاز وراقي، والجماهير كلها تذكره بالخير، وهذا فخر لنا احنا ككويتيين طبعا. يعني يمثلنا فهد، يمثل جميع انديه الكويت صراحه. فانا اتوقع ان الهيئه العامه للرياضه ما راح تترك فهد، راح يلقوا له حل ان شاء الله، اذا طبعا كتابه وصل الى يعني المسؤولين الكبار ان شاء الله. ان شاء الله. فرج. شوف عزيز، انا بتكلم بهالنقطه ليش؟ لان يعني حصلت لي انا شخصيا، حتى انا وقت احترافي بالاتفاق السعودي حصلت لي المشكله، رديت دوامي وانفصلت عن دوامي. ففهد قاعد يمثلنا احنا كلنا امان، يعني الكل قاعد يتابع فهد. يعني اللي قاعد نشوفه كنا قاعد اي لاعب ناجح قاعد يتحارب، قاعد يحاربونه لنا قاعد يكون ناجح. فنتمنى احنا المسؤولين انه يكون مع فهد وتكون اموره سهله، مو بس حق فهد، حق اي لاعب قاعد يمثل دوله الكويت. بس ما تتوقع يمكن فهد هو اخطا؟ يعني يمكن ما عمل موضوع التفرغ قبل لا ينتقل الى الاتحاد، ما اخذ موافقه هي الغلطه الوزاره، لان انت اخذت اجازه من رصيدك، فبالتالي لابد ان تنتهي الاجازه خلاص. يعني هني الغلطه. الاحتراف ليش ما يكون نفس طريقه انتداب نفس السابق؟ كان يكون في انتداب حق اللاعب انه اذا يحترف برا يكون في انتداب عن طريق وزاره او عن طريق اي مكان ثاني. فالغلط اللي هو طلع عن رصيده، فهذا اللي حصل معه. نعم. هو اجازته يعني هو كم شهر الحين صار له فهد؟ تقريبا 3 شهور. صار 3 اشهر. يعني اتوقع هذا الحد الاقصى اللي اي موظف بالدوله يقدر ياخذ، يعني اذا كان عنده رصيد يعني. نعم. يعني اعتقد فهد لازم يكون عنده يعني خبر بالموضوع هذا، ان الدوري السعودي راح يطول اكثر من 3 اشهر. لازم يكون عنده خط رجعه حق وسعيد، احنا اللاعبين المحترفين عندنا الكويت اللي يحترف عدد قليل، فهذا يعتبر واجهه بلد. صحيح. فالمفروض انه تكون عنده تسهيلات صراحه كبيره، يعني لازم تتسهل الامور. انت قاعد تتحكى، يعني ما قاعد تتحكى عن الاف، انت قاعد تتحكى عن عدد بسيط الناس اللي احترفت. يعني كم لاعب بالكويت احترف برا؟ 10 15. صحيح. يعتبر هذا واجهه بلد، فانت سهل لك مثل ما تقدر الامور. صحيح. يعني صحيح. انت اللي قاعد تستخدمه مجرد قوانين، فلازم يكون فيها سهوله، مرونه وسرعه في السرعه. المشكله انه قاعد يقدم يعني وقاعد يلعب وقاعد يؤدي يعني اداء ممتاز مع الاتحاد السعودي. يعني امس المعلق فارس عوض صراحه مشكورا ونحن نشكره، قال كلام طيب عن فهد. فهد ايضا بعد نهايه المباراه قال انا كان ودي بعد كل مباراه ترفع علم الكويت، لكن لانه ما ايقاف وممنوع
فما اقدر ارفع او احط علم الكويت. يعني اداء الصراحه اداء يشفع له يعني. بالضبط اداء يشفع له صراحه. عبد العزيز تبي تقول كلمه عن فهد قبل لا نسكر يعني مثل ما الموضوع؟ قالوا الاخوان لازم اليوم يكون في اصدار قرارات عن هالامور هذه ابو سعود. اليوم اللاعب لما يحترف مثل فرج مثل بدر واليوم فهد لما قاعد يطلعون برا لازم تريح انت على الاقل. اقل شيء اليوم تسويه انت كدوله اليوم حط لك قرار ان هاللاعبين هذول اللي قاعد يطلعون يمثلون الديره هذول قاعد يمثلون يعني قاعد يرفعون اسم الكويت برا وقاعد يسوقون لبقيه اللاعبين. اليوم شفنا لما اللاعبين مثلا فرج وغيره قاعد يطلعون سوق اللاعبين الكويتيين اليوم قام يزيد. اليوم انا باعتقادي اذا اللاعب الخليجي صار كويتي انا متاكد 10 15 لاعب ممكن يطلعون برا. فانت لازم تسهل حق هاللاعبين. اليوم سلطان العنزي ايضا موجود في الخارج وحسين فاضل قبل فتره قصيره كان موجود في الخارج. لازم تسهل حق هاللاعبين هذيل حتى لما يطلعون برا يقدمون يكون تركيزهم كل يعني منصب فقط على الكره ما يفكر. يعني انت اليوم فهد الانصاري مثلا عنده مباراه قادمه الحين قاعد يفكر فهد قاعد يفكر بدوامه قاعد يفكر راح ياثر عليه بالضبط راح هذا راح ياثر نفس ما بدر كنسل مثلا بقيه عقده ورجع اليوم على اساس يشتغل في الكويت. هاللاعبين احنا نبي نشوفهم اللاعب ايش كثر بيلعب بعد فهد ايش كثر بيلعب كره 3-4 سنين خليه يحترف خليه يستمتع في كره القدم وبنفس الوقت هو قاعد يسوق للاعب الكويتي والرياضه الكويتيه. نعم. مرة أخرى احنا بنسكر هالموضوع بمناشدة لمعالي وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح. صحيح يمكن الآن وقت متأخر لكن إن شاء الله الإخوان المسؤولين في وزارة الدفاع يوصلون له الطلب وأعتقد وصل له الطلب في وزارة الداخلية عفوا. تنحل إن شاء الله المشكلة. أيضا الشيخ سلمان الصباح ما يحتاج دوره دائما في دعم الرياضة والرياضيين. الشيخ أحمد المنصور إن شاء الله هؤلاء الرجال الثلاثة إن شاء الله قادرين على حل مشكلة فهد في أسرع وقت ممكن. وبالنهاية هو موظف مدني يعني أعتقد ومثل ما قال أبو مرزوق قاعد يعكس صورة مشرفة للرجل الكويتي في الخارج وللاعب الكويتي بشكل ترى خاص. ما أعتقد أنا راح يتركون اللاعب. أتوقع أنه راح يكون في حل حق موضوع فهد. والله احنا نتهم. لا راح يكون ان شاء الله في حل. احنا نفس سالفه بدر المطوع كنا متفائلين لما احنا شوف ما قصر المهندس مرزوق الغانم حل. شوف احنا بالكويت دائما شويه المشكله الطول عندنا عرفت شلون؟ بعدين نلقى لها حل يعني روتين هذا هو موجود الحل عرفت شلون لكن يطول. نعم. روتين وهذا يعني مثل مشاريع الدوله احنا عندنا الحين قاعد شويه نوعا ما اللي بالاشغال تتاخر وذاك من يمسك يدي ولا ميري ما شاء الله تنحل بيوم وليله.